مرحبا بالمتابعين الكرام. آه، اليوم حنقدم لكم فيديو بموضوع ممكن للوهلة الأولى ما بيكون يعني كتير مهم بالنسبة للأغلبية، بس إذا بنتناقش بتفاصيل هذا الموضوع وإذا بنتعمق بتفاصيل هذا الموضوع رح نحس إنه الموضوع كتير مهم. هو الموضوع النسخة اللاتينية من الأبجدية العربية. طبعا ممكن واحد يسأل إنه كم نسخة لازم يكون في من الأبجدية؟ بالحقيقة ممكن يكون في عدة نسخ من أي أبجدية. مثلا يعني عندك كتير أبجديات مثل الأندونيسية، مثلا عندك أكتر من نسخة. عندك مثلا الأبجدية الهندية عندها أكتر من نسخة. إجا الوقت إنه نناقش الأبجدية اللاتينية أو النسخة اللاتينية من الأبجدية العربية. طبعا ممكن نناقش السبب نحن بالبداية. هل يا ترى في سبب يستدعينا أنه نستخدم الأبجدية أو النسخة اللاتينية من الأبجدية العربية؟ طبعا في سبب. في كتير أسباب قوية حنتطرق لها ضمن الفيديو بشكل مطول ومفصل، لكن حأسرد بعض الأسباب بشكل هيك سريع. مثلا الأبجدية اللاتينية أولا هي أبجدية عمليا هي الأبجدية المسيطرة على العالم هلأ. طبعا هاي ما بيمتلكها شعب معين ولا بيمتلك. هاي الأبجدية أصلا هي تم تطويرها من الأبجدية الجريكية، الجريك يعني الإغريقية عفوا. وشوي شوي يعني أخذت هذا الشكل النهائي، دخلت على صارت لاتينية، وشوي شوي الدول الأوروبية طوروها وأخذت هذا الشكل النهائي. هلا بشكل عام الأبجدية هي هلا تستعمل تقريبا بكل شيء له علاقة بالتكنولوجيا، بكل شيء له علاقة بعلم الكمبيوتر، علم تطبيقات الأجهزة الذكية. تقريبا كل مناحي الحياة هاي الأبجدية عم تستعمل. لذلك اتجهت بعض الدول وبعض الشعوب إنه يكون عندهم نسخة، خاصة الشعوب اللي ما عندها أبجدية لاتينية، مثل الصيني، مثل مثلا الروسي، مثل العبري، مثل الإندونيسي. طبعا استعملوها هلا الإندونيسي، إنه يكون عندهم نسخة لاتينية لأبجديتهم يستعملوها بإطار ضيق، يعني ما تحل محل الأبجدية الأصلية. يعني فيك تكتب فيها الأسماء، فيك تكتب فيها الوثائق الدولية مثلا جوازات السفر، أوراق تتعلق بالبنوك، ما بنوك تتعلق بالميراث اللي بتكون بخارج العالم العربي. يعني أنا عايش ببلد أوروبي، فبعرف كيف الأمور هون صعبة، إذا خاصة بالنسبة للأشخاص اللي أسمائهم عربية، كيف مثلا بيتم تسجيل أسمائهم بشكل خطأ. كثير أحيانا بيتم تسجيل مثلا الكينة تبعهم بشكل خطأ، وهذا الشيء له طبعا مشاكل بالمستقبل تخص قصص الميراث. هذا أحد الجوانب اللي عم نحكي فيه بالنسبة لهذا الموضوع. في جوانب تانية كتيرة بالنسبة للأبجدية اللاتينية، بتخص مثلا خلينا نقول علم البرمجة مثلا. كل اللي بيتعامل بالبرمجة عم يستعمل الأبجدية أو عم يستعمل اللغة الإنجليزية. فلو كان عنا أبجدية مثلا عربية، فيك تستخدم كلمات البرمجة باللغة العربية، يعني بدل أنت تكتب أدخال بالحروف اللاتينية، لأني ما في مجال إنه تستخدم بالبرمجة الأبجدية غير الأبجدية اللاتينية. لذلك أنا اطلعت على كتير يعني مصادر بتعنى بهذا الموضوع، فوصلت لاقتراح نهائي، يعني أنا بعتبره الاقتراح الأفضل، إنه فينا نساوي أبجدية عربية. طبعا ما راح أطول بالشرح، حندخل مباشرة على صلب الموضوع. طبعا الحروف العربية حروف جيدة وبتعبر تماما عن اللغة العربية وعن اللهجات العربية، ولكن إيجاد نسخة لاتينية للأبجدية العربية هذا الشيء بيغني أكثر وبيفيد أكثر. الفائدة بتتم عن طريق أنه دائما في الأسماء العربية، مثلا على سبيل المثال الأسماء العربية بتنكتب بعدة طرق.
وتنكتب بطرق مختلفة. وعدا عن هذا الشيء في عنا كمان مشاكل، مثلا الأسماء الموجودة بجوازات السفر على سبيل المثال. الأسماء العربية اللي بتنكتب طبعا اللغة العربية لغة منتشرة كتير، والعرب اللي مسجلين بالدول أو العرب اللي صاروا مواطنين دول تانية، دول أوروبية أو دول غربية، بتنكتب أسمائهم بطرق كتير مختلفة، وبطرق بحيث أحيانا ما بينقرأ بشكل صحيح، الاسم ما بينقرأ بشكل صحيح. هذا من ناحية. من ناحية تانية الألفابية العربية، نحن بنعرف انه في شكل لاتيني عن طريق بينكتب بالشات، يعني عن طريق استخدام الرموز، يعني الحروف والأرقام. يعني بدل حرف العين بينكتب الرقم 3، بدل حرف مثلا بدل حرف الحاء بينكتب الرقم 7. طبعا هذا شكل كتير مخربط وشكل مو مزبوط، يعني مو مزبوط. نحن بنعرف هلا مثلا اللغة اللاتينية على سبيل اللغة عفوا الصينية، عندهم لاتينية، عندهم لاتينية إضافة يعني إلى جانب الحروف الصينية الأصلية. مثلا الهندية، في الهندية اللاتينية حتى فيك تنزلها بالكيبورد، مثلا الحروف اللاتينية الهندية، والعبرية كمان، وفي كتير لغات. هلا أنا حبيت يعني أساهم بهذا الموضوع عن طريق شوية اقتراحات. طبعا هاي الاقتراحات مو مني 100%. أنا اعتمدت على بعض المراجع باللغة العربية، بعض المراجع المكتوبة بالعربية. يعني في عنا هون مرجع الأستاذ عبد الرزاق القوسي. طبعا هذا الكتاب بنصح فيه جميع المهتمين بهذا الموضوع أنه يرجعوا لهذا الكتاب ويقروا هذا الكتاب. فيه كتير معلومات مهمة وصادمة بصراحة. أنا نفسي يعني انصدمت كتير لما عرفت ببعض التفاصيل الذاكرة بهذا الكتاب. فيه تفاصيل كتير مهمة، والأسباب اللي بتخلي مثلا، طبعا الأسباب اللي ذكرها الأستاذ عبد الرزاق القوسي كانت أسباب كتير يعني وجيهة. مثلا على سبيل المثال ذكر أنه اسم عائلة معينة بينكتب بعدة طرق بجوازات سفرهم، مثلا بالباسبورات تبعهم بينكتب بعدة طرق. مثلا نفس الاسم نفس الكنية بتنكتب بعدة طرق، وهي حالة فوضى بصراحة. يعني هي حالة فوضى إنه نفس الاسم ونفس الكنية بتنكتب. مثلا كلمة محمد بتنكتب بعشرات الأشكال بالحروف اللاتينية. عدا عن ذلك مثلا، هلا إذا كنت مواطنين أحد الدول الأوروبية، فحيقوموا بكتابة الاسم بالحروف يعني حيقوم بتسجيل الاسم بالحروف اللاتينية، طبعا بالدولة اللي أنت مثلا مواطن فيها، نقول فرنسا أو بريطانيا أو السويد أو دنمارك. فلذلك في كتير أهمية إنه يكون في شكل أو في نسخة لاتينية للحروف العربية. هذا الشيء بيفيد إنه تتوحد الأسماء، تتوحد الكلمات اللي داخلة باللغة. هذا كتير مهم، أنا بركز على هذا الموضوع كتير. الكلمات العربية اللي داخلة على اللغات الأوروبية بتنكتب بشكل واحد. كلمة فلافل مثلا، كلمة حمص، فما حتكون لها أشكال متعددة بالكتابة، حيكون لها نفس الشكل الوحيد. طبعا في إضافة لهذا الموضوع، الأستاذ هون عبد الرزاق القوسي أنا بتشكره كتير، وكاتب كتاب كتير بعتبره يعني خطوة كتير علمية وحلوة. الصفحة 95، طبعا هي زبدة الكتاب. طبعا هو وصل للصفحة 94، بس في كتير معلومات مهمة ما بجوز نتجاوزها. الأستاذ هون حط الأبجدية اللي بيشوفها للحروف، النسخة اللاتينية للحروف العربية. طبعا أنا هاي النسخة كتير عجبتني، هاي أفضل نسخة. أنا من زمان يعني بفكر بأبجدية يعني لاتينية للحروف العربية، بس تكون أبجدية موحدة مثل ما قلنا، مشان الكلمات، الأسماء الموجودة على الوثائق الرسمية مثل الباسبورات، أسماء المناطق الجغرافية، مثلا كلمة حلب، كلمة دمشق، لازم يكون لها كتابة موحدة.
كتابة موحدة حتى على البرامج مثل خرائط جوجل. أنا هون ما بدعو وهو كمان الأستاذ قوسي ما بيدعو إنه نستخدم الحروف اللاتينية بالنيابة عن الحروف العربية. طبعا هذا الكلام لا، الحروف العربية كتير حلوة وإلها يعني الرسم تبعها رسم كتير جميل. الأبجدية العربية هي ما هي الأبجدية الطاغية بالعالم اليوم، خلينا نكون واضحين. مثلا بلغة البرمجة ما فيك تستخدم الحروف العربية. يعني هلأ أنت بدك تعمل برنامج مثلا، لنقول الكودات تبع البرنامج، الكودات هي الحروف اللاتينية. الكودات هي الحروف اللاتينية، وحتى مو كل الحروف، بس هي 26 حرف الأساسي بيستخدم انه تبرمج تطبيق او تبرمج برنامج معين على تطبيق على تليفون او برنامج معين على الكمبيوتر. لذلك بتلاقي انه في تأخر من قبل ألعاب الكمبيوتر، من قبل برامج الكمبيوتر، انه تظهر النسخة المترجمة من البرنامج بالحروف العربية، لانه في صعوبة بإدراج اللغة العربية بالبرامج والكمبيوتر بشكل عام. لغة التكنولوجيا بشكل عام اللغة العربية بتتأخر. هلا بالنسبة للحروف اللي وضعها طبعا مثل مو ظاهر بالشاشة كتير حلوة، لكن عندي أنا ملاحظة بسيطة على هاي الحروف. هاي الحروف بتصلح أنه تعتمد دولة، وهذا كان قصد الأستاذ، أنه هاي الحروف تعتمد دولة معينة أو يعني جهة رسمية. مثلا الدول العربية تعتمد الألفابet الموازية لنسميها. هذا شكل كتير شكل أنيق وكتير شكل حلو، لكن هذا الشكل يعيبه نقطة واحدة، إنه لو أنا مثلا كنت بدولة غربية أو كنت بالصين أو كنت بخارج العالم العربي وبدي أكتب، أو حدا موظف معين بده يسجل بياناتي، اسمي مثلا خليل أو جميل أو كذا، هون راح يصعب عليه إخراج هاي الحروف الخاصة، مثل حرف الحاء هون، حرف الذال، حرف الصاد، حرف الضاد، حرف الطاء، حرف الظاء، حرف العين. العين لا، ما رح يصعب عليه، العين كثير حرف سهل لأنه موجود بالكيبورد الستاندرد تبع الإنجليزي. مثلا فيك تضغط مطولا على الآ بيجيك هذا الحرف. ففي عندي كيبورد الإنجليش انترناشونال، هون عندي 26 رمز، 26 ديجيت. هدول اللي بدي استخدمهم، هدول اللي أنا بفضل أنه نعتمد عليهم مشان نساوي ألفابي. وهي الألفابي مو بس تصلح للغة العربية الفصحى، تصلح للفصحى وللهجات العربية. يعني تصلح للفصحى اللهجة السعودية، اللهجات الشامية، اللبنانية، مثلا اللهجة المصرية. لذلك أنا اشتغلت على هذا الشكل، طبعا انطلاقا من هذا الشكل اللي اشتغل عليه الأستاذ يا عبد الرزاق القوسي. ووصلت لهذا النموذج. هذا النموذج بظن أنه هو أسهل، وهو أي جهاز بيقع بإيدك فيه كيبورد. أي تليفون فيه كيبورد، أنت فيك تعتمد هذا أو تكتب بهي اللغة، بهي الألفابet بدون ما تعاني من أي مشكلة، سواء كان باللغة الفصحى أو باللهجة، سواء كانت شو ما كانت الكلمات اللي بتستخدمها. وهذا بيصلح كمان، بيتعداه للغة، مو بس للغة العربية، فيك تستخدمه للغات الأخرى مثل الفارسية. ممكن مستقبلا تتطور هاي الألفابet، طبعا هذا مو الشكل النهائي، هذا الشكل قابل للنقاش، بس ممكن هاي الألفابet بكرة تتطور وتصير ألفابet مشتركة لكل لغات الشرق الأوسط مثلا. مو بعيد يعني. هلا الحروف اللي أنا استخلصتها أو استنبطتها من الشكل السابق هو إنه أولا نخلص من الحروف الخاصة. أولا نحاول قدر الإمكان نعتمد على 26 رمز الموجودين بالكيبورد الإنجليزي مشان الموضوع يصير سهل. مثلا على سبيل المثال، هلا هذا الحرف الهمزة، أنا بتفق كتير مع شكل الهمزة بهي الطريقة، وهذا صح وهذا كتير حلو. يعني مثلا البي تمام، التي هو تي تماما، الثي الأستاذ كان كاتبها سي معها فوقها نقطة. هلا الثي الكل متعرف عليه إنه بينكتب تي اتش، وهذا الشكل طبعا سهل التعلم وسهل الانتشار حتى.
الطاء هون ببلش الموضوع. الطاء هلا بالشكل السابق انتوا شفتوا كيف كانت الطاء. الطاء كانت تي عليها هيك مثل إشارة، شكل حلو، شكل جميل، لكن بيلزموا كيبورد خاص. هاي المشكلة، شكل حلو لكن بيلزموا كيبورد خاص. هذا الموضوع اللي أنا عم بحس إنه فيه صعوبة بالانتشار، صعوبة بالتداول، صعوبة حتى إذا أنت مثلا اعتمدنا إنه هذا الشكل السابق كيف بدك تكتب الأسماء بهيك حروف خاصة بالباسبورات بالحروف فرح تلاقي صعوبة. هذا الشكل البسيط أنا بعتقد إنه هذا شكل كتير عملي وكتير بسيط. هلا اعتمدت على حرف الجي الفرنسية، هي الجي هذا هذا الجي الفرنسية اعتمدت عليه انه هذا ما نخصصه لشيء، هذا نخصصه لتعريف او لتمييز الحروف اللي بدنا نميزها. مثلا اول شيء جمعت الحروف اللي بيتقاربوا باللفظ، مثل التي الثي طا، هدول كلهم بيتقاربوا باللفظ. الدال الذال الضا الضاد. طبعا هون ازاي حطيتها لسبب هلا بشرحه. بنجمع هدول الحروف المتقاربين باللفظ على بعض. طبعا الترتيب مو مشكلة، الترتيب بنرجع بنرتبه بشكل سليم. الضاد عنا كمان مثل ما قلنا، عنا السين والصاد، هدول تقريبا نفس الشيء، لفظهم تقريبا نفس الشيء. نرجع للموضوع هلا. هون اعتمدت انه حرف الجي الفرنسي نعتمده هذا الحرف نميز فيه الحروف الخاصة. مثلا إذا أجينا على تي أو حرف التي العربي، هو تي بالإنجليزي بنكتبه هيك، بس إذا أجينا على الطا هو كتير قريب على التي، بس لازم يتميز بإشارة معينة. هلا باعتبار بدنا نعتمد على الشكل البسيط أو على شكل الكيبورد 26 حرف، الشكل البسيط، لذلك بفضل انه ينكتب تي جي ورا بعض. هلا هذا الحرف باللغات الجرمانية بينلفظ يي يعني، فالحرف هون لفظه مو موحد بالعالم كله، لذلك نحن هون اعتمدنا بس كرمز مشان يميز حرف الطاء، فبينكتب تي يي، هاي صار اسمه طاء. دي جي هو الجيم، ج هذا كمان معروف. وكمان هيك الكي اتش معروف انه هو بيرمز للحرف خ، علما انه باللغات مثل الكردي والاذربيجاني هو اكس، بس انا فضلت انه المعروف سابقا، المعروف سلفا عند معظم الجمهور هو نستعمله. الدي ذاتي دي، الدال يعني. الذال هو دي اتش، هذا تقريبا كمان معروف عند الجميع. الض هو شكل يعني كتير قريب للدال، تقريبا حرف نادر بالأبجدية العربية، وبمعظم اللهجات هو حرف تقريبا ضايع، ما له وجود، بيتم استبداله بلفظ ثاني. لذلك حنحط دي بعده فاصلة عادي، كوما، يعني دي بعده كوما، خلص انتهى الموضوع. يعني هذا الشكل بظن انه هو شكل كتير حلو. زي الضا هلا باعتبار انا كنت حابب استخدم الدي هون للتعبير عن الضا، بس الدي انتهى، يعني ما في اي مجال استخدم. مثلا اذا بدي استخدم دي وراه ي اخذه الجي سلفا، لذلك فضلت هذا الشكل زي اتش، لاني عادة الضا ببعض اللهجات بتصير ظا، مثل مثلا ظاهر بتصير ظاهر. الراء تمام، السين سين. الصاد طبعا فضلت انه استخدم الاس سي مشان يميز، لاني الاس والصاد كتير حرفين قريبين على بعض، لذلك بمجرد تحط سي وراها يعني انه هي صا صارت. طبعا عندي الحرف هون بالابجدية العربية الحرف الجي الفرنسية وحرف السي، هذا ما استخدمته لأي لفظ مشان استخدمه أنا لتمييز الحروف الخاصة، لذلك ما استخدمته. عندك الحرف
شين اللي هو SH، هذا طبعا معروف ما بده حدا يناقشه أو ما بده حدا يشرحه. عندك حرف العين اللي هو اللي مثل ما ذكروا الأستاذ القوسي، هذا كمان شغل كتير حلو. عندك حرف الغين اللي هو GH، طبعا هذا كمان يعني متداول، ما هو انه اختراعي. الأف، الفاء عفوا، القاف، الكاف، لام، ميم، نون، هاء، الحاء. الحاء هو قريب على الهاء، فميزته أو ميزته بفاصلة، لأني إذا لاحظت هون هذا الكيبورد الإنجليزي، لاحظ أنه ما فيك إذا ضغطت مطولا مثلا ما فيك تجيبه، بس إذا ضغطت مطولا على وهذا أنا بيهمني كتير إنه الأبجدية اللي بدنا نشتغل فيها تكون متوفرة، بتكون أنت أي كمبيوتر، أي جهاز ذكي، أي مثلا فيك تستعملها فورا وتكتب فيها مباشرة بدون ما تنزل أنت مثلا كيبورد، محدد. لذلك بس بالنسبة للحرف الهمزة، حرف الهمزة سهل إنه تستخرجه طبعا بالنسبة للويندوز وبالنسبة للآي أو إس وبالنسبة للماكنتوش كتير سهل إنه تجيب الهمزة بهي الطريقة. جبنا الهمزة. بالنسبة للحرف العين كمان كتير سهل، هاي العين يعني ما هو صعب. هلأ طبعا إضافة لهي الحروف اللي طبعا الواو اللي هي W، عندك كمان مشان تشمل اللهجات، قبل اللهجات طبعا عندك الياء والمدة، المدة العربية وعندك الواو. طبعا هذا مو اختراعي، هذا إنتاج الأستاذ عبد الرزاق القوسي. طبعا عندك الفتحة كمان، الضمة أخذتها مثل ما هي، يعني هاي مو حقوق مو إلي. وهذا الموضوع موضوع أنه يكون في نسخة لاتينية من حروف لغة معينة، هذا موضوع مو انتقاص للغة هاي، بالعكس تماما، هو إثراء لهي اللغة، هو عمل للحفاظ على هي اللغة. يعني من الضروري أنه يكون في نسخة لاتينية من الأبجدية العربية، مثل ما هو ضروري هلأ مثلا الصينيين عندهم والهنود عندهم نسخة لاتينية من الأبجدية تبعهم. طبعا هذا المعلومات استقيتها من كتاب سابق. وكمان عندك الروس عندهم كمان نسخة، واللغة العبرية كمان في عندهم نسخة لاتينية. عموما بالنسبة للفتحة والضمة والكسرة معروف طبعا. الجي، هذا الجي هو جي، يعني مثل الجي المصرية فينا نستخدم جي نظامي. وحرف الفي طبعا هذا رح يتم إضافته للأبجدية الجديدة أو الأبجدية اللاتينية، باعتبار في كلمات كتير بتلفظ بالفي. مثلا باللهجة نحن ما بنقول ضفدع، نحن بنقول ضفدع، في ضفدع. أو مثلا كلمة أجنبية بستعمل بالفي، مثلا فيديو، تلفزيون، ما في داعي تكتبها بالفي، تكتبها تلفزيون بالفي. فيديو تكتبها فيديو، ما في داعي تكتب فيديو. البي مثل ما قلنا. الجي طبعا هذا الجي موجود باللهجات. التشي هاي موجودة بظن بمناطق الجزيرة العربية، موجود باللهجة العراقية تشي. وباللغة الكردية طبعا موجود الجي والتشي، هذا كله موجود. يعني البي موجود باللغة الفارسية، الفي كمان موجودين هاي الأصوات. هذا الشكل بعتقد انه شكل كتير عملي وكتير فينه ينتشر، يعني فيك انت تكتب بشكل موحد. حنعطي بعض الأمثلة مثلا حنعطي بعض الأمثلة عن الحروف ونشوف كيف بيتم الموضوع. مثلا الهمزة مثلا لنقول كلمة أسماء، أسماء أو اسم، هذا أسماء سهل. مثلا كلمة سماء،
سهل. نروح على البي. طبعا البي ما في داعي لمثال، نبين مثلا اسم بلال، خلص انتهى الموضوع. طبعا هذا الاسم راح يكون موحد، مو كل حدا بيكتبه بشكل معين، خلص راح يكون موحد. انه في بعض الاسماء بتنكتب بكتير اشكال، وهذا الشيء بشكل مشكلة يعني للشخص. في بعض الكنى بتنكتب بكتير اشكال. مثلا انا وابني، كل واحد مننا كنيته انكتبت بشكل، هي مشكلة طبعا. كيف؟ مشكلة بمواضيع الميراث طبعا، بمواضيع، في كتير مواضيع، بمواضيع الباسبور مثلا. إذا كيف بدي أثبت إنه ابني والكنية بتختلف عن كنيتي كتابيا؟ هاي المشكلة لازم يتم حلها بأبجدية موحدة بتعتمد كل الشعوب العربية، آه، فيما يخص إذا بدنا نكتب أسماءنا بالأبجدية اللاتينية. فهو الموضوع تقني بحت، يعني موضوع ما له علاقة أنه بتغيير الثقافة العربية ونترك الأبجدية العربية أو كذا. لا، الموضوع مو هيك. مثلا هي بالنسبة للبي. بالنسبة للتي مثلا، مثلا تامر. تامر طبعا تا، ام، والكسرة. المهم بهي الأبجدية اللاتينية الحلو فيها أنه ما بيهمل الحركات، تكتب الحركات. يعني أنت بتكتب الحركات بنفس النص، يعني بنفس الاسم بنفس النص أنت بتكتب الحركات، فالقارئ ملزم بالحركات. في بعض الكلمات باللغة العربية بدون حركات ما فيك تقرأها، بتنكتب نفس الشيء، مثل مثلا جد أو جد. عرفت كيف؟ لذلك بالنسبة مثلا مثل جد، إذا بدنا نكتب الجيم، هلا نجي على المثال الجيم مثلا، مثل جد مثلا، هي جد. بس جد يعني إنه واحد بيقول للتاني فعل أمر جد، هي بتنكتب بهي الطريقة. شفت كيف اختلف الموضوع؟ مثلا هذا بالنسبة للأمثلة لحرف التي. هلا بنروح على حرف الطاء، مثل مثلا طاهر. سهل. حتى الشخص الأجنبي اللي ما بيعرف شيء عن اللغة العربية، إذا بده يقرأها ما راح يحسن يقرأها تجاهر، راح يقرأها طا، راح يتجاهل اليي، راح يتجاهل اليي لأني ما راح تنلفظ معه. لذلك هذا بس مشان الترميز، ترميز التا. التي هي انه هي مو تي، هي طه، هي التي واليي هي طه. فاذا هو بس ترميز يعني مركب للفظ الطه. مثلا طاهر، بطاطا مثلا، بطاطا، بطاطا. الثي طبعا نحن سبقنا الموضوع، بنروح على الحرف الثي. الثي مثل مثلا ثامر، اسم ثامر. ما بعرف إذا في اسم ثامر، إيه في اسم ثامر، ثامر مثلا. هذا مهم إنه ينكتب بهذه الطريقة بشكل موحد. آه في بعضهم مثلا اسم ثامر مثلا، في بعضهم بيكتبوه بدون ما يكون في ألف أبجدية موحدة. ممكن بعضهم يكتبوه بشكل تامر، ممكن بعضهم يكتبوه بشكل سامر. فأنت لما بيكون عندك أبجدية موحدة خلص بتكتبه ثامر، انتهى الموضوع. المهم ينرسم بشكل صح، يتعبر عن الأصوات بشكل دقيق، هذا المهم. بنروح للجيم. مثلا جيم مثل جلال، لفظ الجلالة يعني. جميل مثلا. طبعا حاعطي مثال واحد، حاكتفي بإبقاء مثال واحد لكل حرف. نجي لحرف الخاء اللي هو سهل، خالد. هذا خليل، خالد مثلا، سهل. الدال معروف. نعطي مثال مثل داوود. هلا حنوضح ليش كتبنا اليو والأو ورا بعض، لأني هون تحت أنا
كاتب إنه الواو الممدودة، الواو الممدودة هي يو، الياء الممدودة ي مثل بيت، فبتنكتب بهي الطريقة. الذال مثل ذهب، ذهب. ذهب. نجي على حرف الضاد اللي هو دي مع فاصلة، مثل مثلا ضفدع. تمام. ضفدع. يعني حتى القارئ اللي ما عنده إلمام أو ما عنده إمكانية لنطق هذا الحرف راح ينطقه ضفدع. ضفدع حتى يعني القارئ الأجنبي يعني ما حيلاقي صعوبة بنطق الكلمة. نرجع لمثال الزيت، زهرة. هاي صارت زهرة طويلة، هي زهرة هيك. عنا الظا مثل ظبي، أبو ظبي مثلا. أبو ظبي. طيب هلأ إذا كتبنا أبو ظبي بهي الطريقة كمان ما راح يختلف اللفظ كتير، يعني هذا الدليل. كلمة ظبي، عفوا هون بدل ظبي. ظبي إذا كتبناه بهي الطريقة أبو ظبي، فهذا دليل إنه الظا والذا كتير قريبين على بعض، يعني حرفين كتير قريبين على بعض. إذا حدا قرأ أبو ظبي أو أبو ظبي يعني قريبين كتير على بعض، لذلك ما في مشكلة بالنسبة لهالحرفين. الراء، رمضان مثلا. رمضان. عندك مثلا السين مثل مثلا سامي. عندك الصاد مثل مثلا صمد، اسم صمد. طبعا هون الاسم الحروف المركبة إذا بدك تحط حرف كبير يفضل بس الجزء الأول من التركيب بتكتبه بحرف كبير، الباقي خلص. صمد. ماشي. الشين مثل شادي، يعني الياء طويلة بالأخير. العين معروف، العين. عندك مثل عبد الرحمن مثلا. عبد الرحمن. لاحظ انه عبد الرحمن هي الكتابة اقرب للترانسكريبشن، اقرب للكتابة اللفظية. يعني نحن هون نعتمد على الرسم الصوت، يعني تمثيل الصوت، تمثيل الصوت مع الحركات كامل. عبد الرحمن. بينما بتلاحظ انه الحروف العربية اليوم مع الحركات، مع الكسرة والفتحة والشدة والسكون، في صعوبة كتير بالنسبة للمتعلم الأجنبي إنه يتعلم اللغة العربية. بينما هذا النموذج ممكن واحد يعتمده للتعليم كمان، يعني إنه ممكن واحد يعتمده يعلم الأجانب اللغة العربية، وبعدين بس تعلم العربية بصير بيتعلم الأبجدية العربية بشويش يعني. بس المهم يعني كمدخل للمبتدئين واحد فينه يعني يعتمده كتعليم للأجانب. الغين اللي هو مثلا غادة، مثلا غادة. الفاء مثل فادي، ممكن نكتبه هيك يعني. وهون
نكتب شادي هيك يعني. لسه ما في قواعد، لازم نرجع للقواعد لهي الكتابة. بس عموما إذا اعتمدنا على هذا الشكل رح يتم دراسة الموضوع بتعمق من الناحية الصوتية والإملائية، بحيث يثبت الموضوع، يعني ياخد شكل نهائي. طبعا هذا مثل ما قلنا مو شكل نهائي. بنروح على حرف القاف. قادر، عبد القادر مثلا، كلمة قادر. على فكرة طبعا أنا هون قرأت بالكتاب هذا، بكتاب الأستاذ عبد الرزاق القوسي، قال إنه كلمة قذافي سببت مشكلة لاسترداد كتابة كلمة قذافي. هو معمر القذافي. كتابة الاسم سبب مشكلة بالنسبة للليبيين إنه يسترجعوا الأموال الموجودة ببنوك أوروبا، لأن كلمة قذافي مكتوبة بعدة أشكال، على وثائق متعددة مكتوبة بعدة أشكال. لذلك سبب لهم مشكلة. يعني لاحظ إنه شغلات صغيرة اللي هو كتابة اسم عم بتسبب مشاكل بالنسبة للعرب، للناطقين باللغة العربية. لذلك أنا بقول يعني ضروري كتير يكون عنا نسخة لاتينية من الأبجدية العربية. أنا هون عم بخاطب الناس العمليين، ما هو في هلا في عنا كتير دغمائيين، يعني اخذين الموضوع بعدائية، وانه لا وكيف لغتنا وكذا. هذا الموضوع نحن ما عم نتطرق له بشكل يعني الايديولوجيات. نحن عم نتطرق حتى يعني بالنسبة لهدول الدغمائيين، يعني كتابة اللاتينية، لنفترض جدلا واحد متشدد مثلا، إذا كتبت له القرآن باللفظ القرآن بالأبجدية اللاتينية إضافة للأبجدية العربية، بالنسبة لواحد ما بيعرف اللغة العربية راح يسهل عليه قراءة القرآن بالمخارج، بمخارج الأصوات، بالحركات، بكل الألفاظ بالضبط يعني. نرجع لموضوعنا، موضوع الأمثلة. هلأ مثلا كلمة مثل كلمة حرف الكاف، مثل مثلا كامل. اللام مثل لما. الميم مثل مريم. النون مثل نوال. الهاء مثل هادي. الحاء مثل حامد مثلا. يعني حتى القارئ الأجنبي رح يقراه هامد، ما عنده مشكلة. الواو مثل وائل. همزة. هلأ بالنسبة للهمزة، حتى إذا ما كتبناها، يعني حتى إذا حذفنا الهمزة بالنسبة لأول نرجع لمثال الهمزة. لنفترض جدلا، عفوا هون أسماء أصلا كاتبينها غلط نحن، هي هيك لأن الفتحة في فتحة. هون أسماء. بس إذا كتبناها أصلا بدون الهمزة كمان صح. يعني إذا حذفنا الهمزة بأول الكلمة كمان صح. حتى إذا حذفنا الهمزة ببعض المكانات هي هيك الصح، أسماء. هذا بالنسبة للحروف الأمثلة، يعني حروف شو اسمها وائل. طبعا أنا بالنسبة لي لسه ما حفظت الشكل هذا، يعني هذا مجرد أنا لسه، فإذا كان في شوية أغلاط أو غلط معين ببعض الأمثلة فهذا لأني لسه ما حفظت الشكل النهائي. مثلا لنجي على الياء، مثال على الياء مثلا يمن. أي قارئ أجنبي ما عنده أي مشكلة بقراءة هذه الكلمة يمن. الألف الممدودة مثلا يعني هي هيك تنلفظ ذان. آذان، الآذان. الواو الطويلة مثل دود، كلمة دود. طويلة مثل بيت. فتحة معروف، أداة التشبيه ك. الضمة بهار، يعني البهار التوابل. الكسرة مثل حرف الجر بي. عندك الجي. هلا الجي باللغة معظم اللهجات موجودة، اللهجة المصرية، باللهجة العراقية، باللهجات
الجزيرة العربية موجود الجي. فيك تقول مثلا جميل، هذا اسمه جميل. الفي طبعا بالنسبة للكلمات الأجنبية مثل كلمة فيديو مثلا، أنا بفضل نكتبها مثل ما هي، يعني مثل ما بالأصل هي، بس إذا كتبت بالنطق العربي فيديو هيك راح تصير فيديو. البي مثلا برلمان. يعني قراء نشرة الأخبار بيلفظوها برلمان. الجي تنلفظ مثل جبل، بيلفظوها هيك جبل. التشي مثل باللغة الكردية تشي، بكل معظم اللغات تشي. channel مثلا، channel نكتبها channel بالرسم العربي. هاي بعض الأمثلة على الألفابي اللي اعتمدناها. طبعا أنا هون جمعت الأمثلة اللي كتبناها سوا، كان عندي شوية أغلاط راجعتهم، فإذا بتعمل باوس للشاشة حتشوف الأمثلة اللي كتبناها سوا بشكل صحيح. كان في عندي شوية أغلاط مثل كلمة عبد الرحمن، الأو عادة نحن بنلفظه عبد الرحمن مع بعد الدي بيجي آي، فهون عبد الرحمن ساويتها. في كان كلمة ذهب بعد داود، ذهب السطر الثاني. بالفيديو الجاي حنحاول نكتب شوية نصوص صغيرة، نص باللغة العربية الفصحى، نص باللهجة الشامية، نص باللهجة المصرية مثلا، وحنقرأ سوا، وحنحاول نعقب على بعض مثلا التفاصيل، انه كيف هي لازم نكتبها، كيف آلة التعريف تنكتب، كيف مثلا الهمزات وين فينا نحذفهم. الفيديو القادم نركز على بعض النصوص وبعض الأمثلة، وحنشوف كيف حيتطور هذا الموضوع. شكرا لكم وبتمنى لكم التوفيق.